السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غادي نقدم لكم مسمنات على شكل حوته كيجو لذاذ. بالنسبة للمكونات مكتوبة على الشاشة، وكذلك الطريقة مكتوبة على الشاشة وموضحة على الفيديو. أول حاجة بالنسبة للحشوة غادي نحتاجو لحم مفروم، كوسة مبشورة، جزر مبشور، زيتون أسود، ثوم مبشور. غادي نحتاجو ملعقة كبيرة من الكزبرة والبقدونس، بصلة مقطعة قطع صغيرة. هادو هما المكونات اللي غادي نحتاجو في الحشوة، إضافة للتوابل. وغادي نحتاجو كذلك جبن مربع أو جبن مبشور. بالنسبة للتوابل غادي نحتاجو ملح، إبزار، كزبرة ناشفة، زنجبيل، بابريكا، والتوابل ديال اللحم. توابل اللحم اختيارية. غادي نحتاجو كذلك عجينه ديال المسمن اللي قدمتها شحال من مره، كنوجدوها من قبل وكنخليوها كترتاح بين ما حنا كنوجدو الحشوه. على نار متوسطه كنوضعوا القليل من الزيت، كنوضعوا البصل والثوم، نتركوا هاد المكونين على نار متوسطه مع التحريك المستمر، تقريبا واحد 5 ديال الدقائق حتى كتدبال البصله كما يبان لكم. من بعد غادي نضيفوا الخضر اللي هي جزر مبشور، كوسه مبشوره. نخلطوا هاد المكونات هادو ونتركوهم على نار ديما نار متوسطه حتى كيدبالوا. بعدها كنحصلوا على هاد النتيجه كما يبان لكم بان الخضر دبلات. كنضيفوا اللحمه المفرومه والكزبره، ملعقه كبيره من الكزبره والزيتون الاسود المقطع. ما كنعملوش كميه كبيره من الزيتون، كميه فقط قليله. نخلط المكونات وكنضغطوا على اللحمه باش تفتت في الخليط. اخر حاجه كنضيفوا التوابل وكنحركوا مره اخرى. هنا ما كنضيفوش الماء لان ديما الا كانت الطبخه على نار مهيله المكونات كتطلق الماء. جزر فيه نسبه من الماء، الكوسه كذلك، البصل كذلك، اللحمه، جميع المكونات هنا فيها نسبه من الماء. كنتركوا الخليط كيبرد. كنكونوا من قبل حضرنا كما قلت لكم عجينه ديال المسمن، كنعملوا منها كويرات كما نعملوا في المسمن. ونكونوا حضرنا كذلك الزبده، قليل من الزبده مذابه. كناخذوا اول كويره عملناها كنسرحوها كما غيبان لكم على الشاشه حتى تكون رقيقه وشفافه. كنشكلوا على شكل مسمن كيف العاده، وكنورقوا بالقليل من الزبده. كنشكلوا مربعات ونمشيو بنفس الطريقه حتى كنكملوا الكميه كامل اللي عندنا. كناخذوا المربع الاول اللي عملنا لان غتكون العجينه رطبه، ونعملوا القليل من الحشو. الحشوه لازم تكون بارده. كنعملوا فرماج. هنا المربع قطعته على شكل مثلث لان غادي نعمل هذا المربع غادي يتشكلوا على شكل مثلث كما يبان لكم. ها هو شكلنا مثلث. كنضغطوا على الجوانب باش يتسدوا بشويه بالراحه
حتى كنسدو الجوانب. المقدمه ديال المثلث غتكون هي الراس ديال السمكه، والجوانب يعني اللي انا مسكت غيكونوا هما الديل ديال السمكه. يعني كنمشيو غير بالراحه ويعني بشويه حتى كنشكلوا يعني واحد الحوته بهذا الشكل هذا. كنظن ان الطريقه واضحه. هذه دابا نحطها في لاطه اللي غتدخل الفران مدهونه بالزبده. بنفس الطريقه نحط تاني حشوه وسط مربع، نعمل عليه فرماج وكنطوي على شكل سمكه. فرماج هنا ضروري كنقطعو مثلثات لان الشكل اصلا شكل مثلث. وكنورقوا هذا المسمن بالزبده باش يجينا مورق ويجينا هشيش ومقرمش. كما قلت لكم هنا المقدمه ديال المثلث هي الراس ديال سمكه، والجنبات الثانيه هما الديل. كنلويو هذوك الاطراف الاخيره كنحاولوا ان الحشوه ما تخرجش، وكنمشيو بنفس الطريقه حتى كنكملوا الكميه كلها اللي عندنا. من بعد كناخذوا واحد المقص كنحاولوا نزينوا يعني نعملوا القشور ديال السمكه. كنعملوا العين سمكه بزيتون اخضر او زيتون اسود. هما السمكات واجدين. كناخذوا اصفر بيضه كنعملوا فيه القليل يعني قطرات من الحامض او من الخل، وكنعملوا معاه القليل من زيت الزيتون باش زيت الزيتون كتعطينا واحد القرمشه لهاد يعني العجينه هذه. لان العجينه في الاساس معجونه عادي يعني دقيق قمح ودقيق ابيض بنفس الكميه متساويه، اضافه الملح والقليل من الخميره، وكتعجن مزيان وكتدلك مزيان. هنا كنزينوا الاسماك ديالنا كندخلوها الفران حراره 180 درجه. يكون الفرن مسخن من قبل. كطيب تقريبا في نص ساعه لحد ما يتحمروا السمكات، وكنخرجوهم وكناكلوهم بالصحه والراحه. كنتمنى ان الفكره تعجبكم وانكم تجربوها، وهي راه نوع من انواع التغيير لا غير. شكرا لكم.